إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. ما زلنا مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح في سيرته العطرة وفي سيرته العلمية وحركته الدعوية والإسلامية والسياسية عبر تاريخ امتد حوالي من 40 إلى 50 سنة. وقفنا في الحلقة الماضية عند حديثنا عن الحركة الفيدرالية، كيف أسسها معاليه ثم كيف انسحب منها، ثم من قبل ذلك أيضا تحدثنا عن المنتدى الثقافي الإريتري الذي أسسه معاليه حفظه الله ورعاه في بريطانيا UK لندن. ولا يزال الحديث مستمرا بعد ذلك في التنظيمات والمنظمات الدعوية والثقافية التي دخلها معاليه. واليوم سيكون الحديث حول رابطة علماء إريتريا، كيف يعني كانت وكيف تأسست وكيف انضم إليها معاليه، أو كيف كان أحد المؤسسين لها. هذا سيكون حوار حديثنا في هذه الحلقة. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. أجدد الترحيب بمعاليه، فأهلا وسهلا بمعالي البروف جلال الدين محمد صالح. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ برهان الأمين العام لرابطة علماء إريتريا، أهلا وسهلا بكم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. كان بودي نبدأ بهذا التعريف، وعلى كل حال ما في شيء يخفى. نعم. لابد أن نكون يعني صرحاء وسنتحدث بكل شفافية ووضوح. رابطة علماء إريتريا، متى دعيت إليها وكيف قبلت الدعوة للدخول فيها، علما أنك يعني لست من المتشجعين في الدخول في التنظيمات الحركية والإسلامية والثقافية، إن كان أنا هذا رأي وجهة نظري. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد الذي حدث في الحركة الإسلامية الإريترية من انقسامات وتباينات، أخذت منحى غير محبذ، وحقيقة جعلت الناس ينفرون عن العمل الإسلامي ويشكون فيه، وما عاد العمل الإسلامي يتميز عما كان فيه العمل اليساري والقومي والماركسي والاتجاه. ما صار الإسلاميون يقدمون نموذجا كان يحلم به الشعب الإريتري. فبعد، كما ذكرت لك في الحلقات السابقة، بعد أن مضى 5 سنوات تقريبا على الحركة، إذا بالحركة تدخل في متاهات وفي انقسامات، وظلت في هذه الحالة إلى أن تلاشت. فالآن ليس هنالك شيء اسمه حركة الجهاد الإسلامي، لا يوجد. إذا أخذنا الاستحالة، وخلينا نأخذ تعبير الاستحالة وهو تعبير فقهي، يعني الفقهاء يقولون الاستحالة هو الشيء يتحول من حالة كان فيها إلى حالة أخرى جديدة تفقده خصائصه الأولى، ويرتبون على ذلك حكما شرعيا، كالخمرة إذا تخللت بفعل فاعل أو تخللت بضربة شمس فأصبحت خلا، فإنها لا تأخذ حكم الخمر السابقة، أصبح شيئا آخر يعني.
من حرام بالإجماع أيوة إلى حلال بالإجماع. فهذا أصبح سميه الاستحالة، يعني تحول شيئا آخر. فإذا أردت أن تعرف الاتجاهات الإسلامية الموجودة الآن لا تستطيع أن تعرفها بتعريف حركة الجهاد الإسلامية الأولى، لأنها تحولت صارت شيئا آخر. بغض النظر عن الحكم الشرعي الذي يقع فيه، إنما شيئا آخر. حركة الجهاد كانت عبارة عن تنظيم يجمع كل الاتجاهات الإسلامية في إطار تنظيمي واحد وعلى فكرة ورأي واحد ومتجه نحو وجهة واحدة تحت قيادة واحدة. هذا الشيء لم يحدث الآن، غير موجود الآن، فغابت معه اسم حركة الجهاد الإسلامي، خلاص انتهت. وجاءت تنظيمات أخرى يعني. بعدما حصلت، أنا طبعا مثل ما ذكرت لك نتيجة لهذا الانقسام نأيت بنفسي عن هذه الاتجاهات كلها يعني، ولأنها عادت إلى التقوقع. السلفيين نحن سلفيون وخلاص، والإخوان نحن إخوان وخلاص. والشعب الإريتري قضيته أكبر من هذا، أكبر من هذا الانطوائية. وبعدها نعم، نحن إخوان وسلفيون وصوفيون وتبليغيون. أيوة نعم. وفينا نصارى وفينا مستقلون وفينا نحن الشعب الإريتري أكبر من هذه الأطر الضيقة. صحيح. التي هم يتقوقعون أو ينطوون فيها. أنا أسمي هذه الاتجاهات الانطوائية، تنطوي يعني وتخلط بين الوسيلة والغاية، فتجعل من تنظيماتها هي الغاية، بينما التنظيمات نفسها وسيلة هي ليست غاية يعني للوصول للأمن والاستقرار وعبادة الله عز وجل. نعم، فتجدها متشبثة بها. لا تتحول ولا ترى. على كل حال لا أطيل في هذا المجال. نعم. فلما جئت الرياضة وعملت في جامعة نايف العربية العلوم الأمنية. نعم. وبعد مضي كذا سنة، نحن كان تقريبا عام 2012 أو 2013 أنت اللي دعوت إلى هذا، كان في 2012 2014 2013. نعم. في 2013 أنت قمت بهذه المبادرة، جزاك الله خيرا. لا، نهاية 2013 بداية 2014. أيوة. نعم. أنت قمت بهذه المبادرة، جزاك الله خيرا. نعم. وكان ممن توجهت إليهم بالدعوة وكذا يعني هو شخصي أنا. نعم. ويبدو نحن تعرفنا من قبل ذلك يعني. نعم. قبل أن تبدأ بهذه المبادرة. أنا أعرفك أيام كنت في حركة الجهاد الإسلامي الإرثي. أيوة، ولكن وكنت تلقي كلمات رنانة. أيوة، ولكن التقارب الوثيق والجلسات الحوارية بعد الرابطة. قبل الرابطة عن طريق الشيخ محمد أمان، وإحنا نحييه هذا المقام. نعم. حيا الله أبو صالح نحييه من هذا المقام. والشيخ محمد أمان أنا عرفته في الرياض عندما كان إماما أو مقيما في مسجد في الرياض ابن عساكر. أيوة. وتعرفنا هناك، أنا ساقتني أقدار لزيارة أحد في المسجد فسليته، وبعدين هو صاحب مبادرة مشكور جزاه الله خيرا، سلم علي وتعرفنا ودعاني لشرب القهوة في بيته يعني. فشربت القهوة في بيت وتوثقت صلتنا من ذلك الحين. سبحان من الله. ذلك الحين، بالرغم من فارق العمر بيني وبينه يعني، وبيني وبينك أيضا. ما زلت شابا شيخنا. نعم، ولكنني دائما ومعلما لنا ونستفيد منك كثيرا. جزاك الله. فهو عن طريقه أيضا أنا جمعني بكم أنتم كشباب يعني. وكان اللقاء في بيت عبد العزيز عطاء، الله يذكره بالخير يعني. آمين. وكان أيضا حلقة مسائية، الأخوة يخرجون في البر في المساء يعني، في الأسبوع مرة أو أسبوعين مرة، فيقول لي يا أخي جمال سعيد وزملائه الآن هم يشربون قهوة في مكان، نمشي نزورهم نجلس معهم نشرب معهم، فنأتي ونجد جمال ونجد عبد العزيز عطاء ونجد آخرين وأشرب معهم القهوة، فتوثقت العلاقة. نعم. ثم بعد ذلك أيضا توثقت الصلة معكم أنتم، وأنتم كنتم تعملون في الرواد. لا، أنا كنت أعمل في رابطة العالم الإسلامي، إحدى روافده،
المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية. نعم. والذي كان يرأسها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن دراليب المرزوقي، أحييه أيضا من ها هنا، فهو شيخي وأستاذي، تعلمت منه الشيء الكثير طيلة 15 سنة. نعم. فجزاه الله الشيخ محمد أمان، كان هو يعني القنطرة التي ربطتني مع هؤلاء الفتية. جميل. أنت دعيت إذن دكتور جلال إلى ورشة. أيوة. فأنت دعوتنا إلى ورشة لمدارسة إمكانية إقامة رابطة علمية تضم جميع فئات علماء إريتريا وقبائل من جميع القبائل. نعم. حدثنا عن هذه الورشة. أيوة. أنت كنت حاضرا فأنت بها. لما دعوتني وكلمتني قلت لي وقلت لك هذا أمر صعب وما سيمكن، بأن هؤلاء الناس لا يجتمعون، وأن بينهم خصومة وخلاف شديد، وأنهم لا يجتمعون، لأن أنا كنت وصلت إلى حد من الإحباط فأيأستك، ولكنك كنت صاحب عزيمة أقوى مني ومضيت في الأمر، وعقدت الورشة وجئنا في الورشة. نعم. وجاء فيها فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى بإذن الله، وجاء آخرون ودار النقاش. نعم. هل تذكر من حضر في هذه الورشة؟ أحضر، يعني أذكر الذين حضروا. إدريس أبو آمنة هو من اتجاه الإخوان. نعم. إدريس أبو آمنة من منطقة هو ود الحليو. أيوة. من منطقة ود الحليو. لا هو داعية من ناس كسل. هو نعم، من ناس كسل، كان مقيم في ود الحليو في السودان تقريبا، وكان يتردد. نعم. هو داعية من الإخوان. ونحييه من هذا المقام. لا توفي رحمه الله. لا موجود أبو آمنة. أيوة. لا توفي رحمه الله. لا أبو آمنة الذي أنا أحكيه موجود، اسمه إدريس، الشيخ إدريس على النور. أيوة توفي. أنا سمعت. لا ما موجود. نتأكد. موجود. لا أنا متأكد منه. موجود. الحمد لله. موجود. طيب. في حي. والسنة هذه كان في الرياض أيضا في رمضان. إذا خلاص. هذا ربما شخص آخر يعني. نعم. فإدريس على النور هو خريج جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومن الإسلاميين الأوائل الذين نشطوا في العمل الإسلامي من السبعينيات يعني. نعم. في السودان، ومن المكونين الحركة الإسلامية الإريترية، حركة اتجاه الإخوان المسلمين، أحد الذين أسهموا في بنائها. فهو أيضا كان حاضر في هذه الورشة، لأنه الأقدار ساقته إلى الرياض وشارك في هذه. أيضا من الذين شاركوا فيها من السودان رحمة الله عليه الشيخ محمد عبد الله. أي والله، الشيخ محمد عبد الله الحاج رحمه الله ورحمة الله عليه. والشيخ محمد عبد الله الحاج، حتى نعرف الأخوة به، هو داعية من أنصار السنة ومن خريجي الجامعة الإسلامية من الشجعان بالمدينة المنورة، وكان له مشروع دعوي وحضر هذا النقاش. من الذين حضروا أيضا وأثروا النقاش وتوفيق الصيغ. نعم. فضيلة الشيخ توفيق نحاول نحييه من هذا، وإن كان قد انسحب لكنه يعني والشيخ توفيق الصيغ معروف عند الناس بصوته القرآني العذب الجميل، أشهر من أن يعرف به. صحيح. وأخونا الشيخ جمال سعيد، وبيان عبد الواسع، والدكتور بيان صالح، والشيخ عبد العزيز عطا، وآخرون كثر ناقشوا، سعيد القاضي، والدكتور خالد رمضان، خالد رمضان، وعثمان رمضان، ودكتور إدريس موسى من مكة المكرمة. نعم. وتناولنا هذا الأمر وتناقشنا فيه كثيرا من حيث إمكانيته وعدم إمكانيته، ودار الجدل والنقاش. وفي نهاية الأمر شرح الله صدرنا لما شرح الله له صدركم، ووصلنا إلى قناعة أنه لا بد من إقامة هذا الكيان، رابطة علماء إريتريا. وتقرر بعد ذلك أن توجه رسائل. وممن حضر أيضا الأستاذ الكبير عثمان رمضان. أيوة، عثمان رمضان ذكرته، نحييه من هذا المقام. وتقرر بعد ذلك أن ترسل الخطابات
إلى لا، قبل ذلك كونت لجنة لجنة تحضيرية تحضيرية، نعم، من ذاك الورشة. أيوة نعم. أيوة، ورتبت الأمر، وأرسلت رسائل إلى المدعوين وإلى الاتجاهات الإسلامية بالذات، على أساس أن يعقد مؤتمر تأسيسي للرابطة، ويدعى إليه كل المسلمين الإريتريين دون استثناء، من علماء المسلمين الإريتريين دون استثناء، باتجاهاتهم المختلفة. جميل. من تبليغيين وإخوان مسلمين وصوفيين ومستقلين. نعم. ألا وأيضا العلماء، حتى تكون الرابطة رابطة متسعة للجميع، لم تضيق تعريف العالم في من تخرج من الجامعات الإسلامية، وإنما قالت حتى أولئك الذين حازوا على قدر من العلم الشرعي عند شيخ من المشايخ وأجازوهم في التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وعملوا في ذلك، لهم حق الانضمام في هذه الرابطة. صوفيون كانوا، وهابيون كانوا، إخوانيون كانوا، أو تبليغيون كانوا، أو عاديون مستقلون كانوا، مذاهبنا الفقهية أحنافا ومالكية وشافعية وحنابلة كلهم تضمهم هذه الرابطة من أجل أن تخدم الدعوة الإسلامية في إريتريا. وأظن أنه تقرر أن يحضر المؤتمر 100 شخص. نعم. ولله الحمد أنه الذين استجابوا كانوا 70%، يعني 70 نعم. حضروا، والبقية اعتذار وليس رفض. نعم. في حدود علمي. ومن شدة انفتاح هذه الرابطة على المجتمع الإريتري ومكوناته، حتى دار الإفتاء الإريترية تقرر أن تدعى أو أن تشعر بهذا الكيان المؤسس، وأن يدعى المفتي إن أمكن. وكان وقتها المفتي الشيخ الأمين رحمة الله عليه رحمه الله، وغفر الله له وضاعف من حسناته وتجاوز عن سيئاته. كل ذلك من أجل إبراز هوية الرابطة، رابطة إريتريا، رابطة علماء، هويتها. هل هي حركة سياسية؟ ماذا هي رابطة علماء؟ من أجل أن تعرف هويتها سلكت هذا المنهج، فهي كيان دعوي تربوي يشمل كل مكونات المجتمع الإريتري، القبلي والجهوي، شرقي غربي جنوب مرتفعات منخفضات، دعوي، كل القبائل الإريترية بجميع اتجاهات المسلمين، صوفيين وغير صوفيين. فهي عرفت نفسها بهذا المنحى على أصول أهل السنة والجماعة. يا سلام. وكل هؤلاء تضمهم أصول أهل السنة والجماعة، ولا يعني ذلك أنهم لا يخطئون وأنهم لا يجانبون الحق في بعض القضايا، فذلك من صفات البشر، يخطئون ويصيبون. والإمام مالك رضي الله عنه مأثور عنه قوله: كل يؤخذ منه ويرد إليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم. فليس هنالك أحد معصوم. وفي الرابطة يحدث التناصح بين هؤلاء والتصويب فيما هو خطأ، مجادلة بالعلم واستئناسا بالدليل وتغافرا وتسامحا فيما يجوز فيه الاختلاف. ولعل قاعدة رشيد رضا صاحب المنار نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أليست لحسن البنا؟ لا، رشيد رضا هي منار، هي صاحبة رشيد، ولكن من تبناها حسن البنا فظن الناس أنها منه من شدة ما كررها، ولكنها هي مقولة محمد رشيد رضا
نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وأضاف فيها تعديلا الشيخ ابن عثيمين قوله ونعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مما يجوز لنا الخلاف فيه. نعم. يعني فهي قاعدة بدأت من رشيد رضا وتبناها حسن البنا وأضاف إليها ابن عثيمين فهي تطورت في هذا الجانب. نعم. فهذه القاعدة. طيب أنتم في الورشة كنتم جهات مستقلة. نعم. منكم السلفي ومنكم الإخواني ومنكم الصوفي ومنكم المعتدل ومنكم المستقل. كيف استطعتم أن تجمعوا هذه الأفكار وهذه التوجهات التي اختلفت سابقا وحصل بينها خلاف شديد في ورشة واحدة الذي آل إلى مؤتمر كبير أقيم هنا في تركيا؟ طبعا نحن مثل ما تفضلت فينا هذه الاتجاهات وفينا من يجمعها في جسم واحد، يعني فهنالك سلفيون أخوان وهنالك أخوان سلفيون. فجمعوا هذا الشيء. وأحيانا الإنسان يكون سلفيا إخوانيا وليس هو إخوانيا تنظيميا، ليس في التنظيم، ويكون سلفيا إخوانيا وليس هو في التنظيم السلفيين يعني. نعم. لكنه هو إن رأيته حسبته إخوانيا لكنه إخوان سلفي يعني، أو حسبته سلفيا ولكنه سلفي إخواني يعني، يخلط الخلطة في ذاته، يحاول أن يجمع. فهؤلاء أيضا كيان لوحده مستقلين يعني، يجمعون من هذا وذاك. السبب يا شيخنا برهان أولا كان الإخلاص. نسأل الله تعالى. أيوة، أحسب ذلك. الله ذلك. لأن الله لا يوفق قوما يعملون عملا لا يريدونه مخلصين له. نعم. الله المستعان. فالإنسان عندما لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفته بين قلوب، فتأليف القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. لو الإنسان عمل كل ما في وسعه أن يؤلف بين القلوب ما استطاع أبدا إلا أن يأذن الله له بذلك. والله لا يأذن إلا إذا علم نوايا القلوب ماذا تريد. سبحان الله. ولهذا لعل الله علم نوايا بعض منا فيما يريدون فوفق الآخرين وسخرهم أن يقبلوا. فكون يوجد في أي عمل رجل صالح يبتغي فيه وجه الله هذا أمر ضروري جدا يعني. وأنتم منهم إن شاء الله. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فهذا كان أول نقطة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا هو الذي حدث يعني، إنه الخيرية هذه. فالله سبحانه وتعالى وفق أناس فينا كانت لهم نية خالصة فألف الله بهم القلوب. هذه أول نقطة نستفيد. النقطة الثانية أن الجميع كان خرج من تجارب فاشلة. سبحان الله. فكان يبحث عن جديد يكفر به عن أخطائه ويصوب ما أخطأ فيه سابقا. كان أحسب ذلك أن الجميع كان يبحث عن شيء جديد يجمع ما تبعثر لعل الله أن يقبل منه فيكون كفارة لما سبق. أيوة. فكان فيما أحسب والله أعلم صدق في الإقبال.
مع التخوف نعم موجود، لكن كان صدقا في الإقبال. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. في هذه النقطة التي ذكرتها فضيلة الشيخ حفظك الله، لا ينبغي لنا أن نتجاوز ما قامت به إحدى الجهات نعم في التنازل عن رابطة إريترية. نعم أي نعم. أيوة أيوة اللي كانت اتحاد العلماء المسلمين، رابطة علماء المسلمين في إريتريا. وكان يرأسها الدكتور موسى إدريس موسى. أيوة. نعم. الدكتور، وفعلا هؤلاء يشكر لهم ذلك. نعم. ولا بد أن يذكروا في هذا المقام. نعم. بأنهم نعم. وإن كان لهم تحفظ في بداية الأمر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، إلا أنهم لم يتشبثوا بما سبقوا إليه يعني. نعم. الله يجزيهم فالله يجزيهم خيرا. نعم. وكانت لهم مبادرة جميلة. نعم. التاريخ يحفظها لهم جدا. نعم. والمخلصون يحفظونها لهم. نحن نشكرهم من هذا المنبر، وقد شكرناهم أيضا سابقا. نعم. ونكرر شكرنا إليهم. ووجدناهم أثناء العمل نعم الإخوة. نعم. وجدناهم أثناء العمل نعم الإخوة. يبنون ولا يهدمون. نعم. يبنون ولا يهدمون. نعم. يدعون إلى وحدة الصف. نعم. ولا يدعون إلى الفرقة والشتات. نعم. نعم. يبتعدون دائما عن ما يعرقل صف الرابطة. نعم. يعني هم يجمدون أنفسهم ويدعون الفرصة للرابطة. أيوه. فهذه كلمة حق يجب أن تقال. نعم. سوف يسألنا الله عز وجل يوم القيامة عن هذا الأمر. نعم. فنسأل الله تعالى أن يجزيهم عن ذلك خير الجزاء. نعم. وهذا في صحيفتكم معالي الشيخ، لأنك أنت ذكرت أن ثمة هناك نوع من التنازلات من بعض الجهات، فكان أيوه. الدكتور موسى. أيوه. طيب. وهم جمدوا رابطة علماء إريتريا، لكن ما أدري هل هم لم يجمدوها، بمعنى لم يعلنوا عن إحلالها، لكنهم جمدوا عملها. أيوة جمدوا عملها، ولكنها شبه وقفوها. ولكنها الآن يعني وتركوا المجال لرابطة علماء إريتريا. فهم يشكرون على ذلك. نعم، ويشكرون عليه. فكان هذا أيضا عامل اللي هو إرادة الإصلاح. نعم. يا سلام. إرادة الإصلاح. يا سلام. وإذا أراد قوم الإصلاح وفقهم الله. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا، إن يريد الحكمان إصلاحا أو إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق. يعني الزوج والزوجة إذا دخلا في المجلس من أجل أن يحلا مشكلتهما فالله يوفقهما. الله. أو إذا جاء المصلحان من أهله ومن أهلها وهما يريدان الإصلاح وفقهم الله. فإذا عندنا قضية الإرادة. نعم. إرادة الإصلاح تنطبق على كل من اختلف مع أخ مع أخيه، جار مع جاره، عمل إسلامي مع عمل إسلامي. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فكانت هذه الإرادة أظن حاضرة بنسبة كبيرة وبقوة كبيرة، فكانت عاملا من عوامل النجاح. النقطة الثالثة أن الرابطة ليست عملا سياسيا. يا سلام. وهذا مهم جدا، لأن السياسة إذا دخلت في شيء أفسدته. عجبا. أي. وأدخلت فيه تكتلات وتحزبات. المفروض لا تكون السياسة الشرعية هكذا. نعم، هذا احتراز جميل. أيوة. نعم. السياسة الشرعية سياسة تأليفية. نعم. وفيها تنازلات وفيها توافقات. ولكن السياسة الميكيافيلية، وللأسف بعض الإسلاميين يتلبسون بالسياسة الميكيافيلية من حيث لا يدرون، يقعون فيها ويمارسون السياسة بعقلية ميكيافيلية ليست بعقلية شرعية. ما معنى ميكيافيلي؟ أي ميكيافيلي هذا فيلسوف إيطالي اسمه ميكيافيلي، اسمه نسيت اسمه، لكن عنده فلان نيغولا ميكافيلي. ونيغولا ميكافيلي هذا فيلسوف إيطالي كتب كتابا اسمه الأمير، وهو عمدة السياسيين العلمانيين. ووضع قاعدة تقول الغاية تبرر الوسيلة. إذا سمعت هذه المقولة فإن مصدرها هو ميكافيلي هذا. ميكافيلي هذا. أيوة.
وهو كتاب نسح به أمراء إيطاليا. وقتها كانت إيطاليا مفككة إلى إمارات، وهو كان ينظر لتوحيدها. فكان يقول ينصح الأمير بألا يتقيد بالأخلاق. هو يقول السياسة لا أخلاق فيها. هكذا في شريعتهم. أيوة. وهكذا في توجهاتهم. أيوة. فإن كذب أما في الإسلام فلا. أيوة. السياسة الشرعية تختلف عن هذا الشيء. هنالك أخلاق ثابتة، وهنالك صدق، وهنالك مصالح. نعم. فأنا أقول للشيخ برهان النقطة الثالثة التي كانت إن الرابطة الإسلامية، رابطة علماء إريتريا، وإن كانت تحمل اسم الرابطة الإسلامية الأولى. نعم. الأولى كانت سياسية. نعم. هذه رابطة علماء إريتريا ليست سياسية. نعم. ما معنى ليست سياسية؟ لا تمارس السياسة، ليست هي حزب سياسي يعمل من أجل الوصول إلى السلطة ومن أجل إسقاط النظام، أو من أجل إسقاط النظام. ليست هكذا. أي نعم. ولكنها وهذا أجمعتم عليه في الورشة. نعم. وأجمعتم عليه نعم. في المؤتمر. نعم. أنها ليست سياسية. اللهم فاشهد. أيوة. ليست سياسية تتدافع من أجل إسقاط نظام لتحل محله أو تتنافس في السلطة. نعم. مع الآخرين. لا، هذا ليس مجالها. هذا مجال أحزاب سياسية تجمعت في التجمع الوطني الإريتري، مهمتها ورسالتها إسقاط النظام الإريتري والحلول محله. نعم. رابطة علماء إريتريا ليست عضوا في هذا التجمع الوطني. نعم. وليس من أهدافها إسقاط النظام وإحلال النظام. نعم. رابطة علماء إريتريا باختصار هي رابطة تبصر الناس بدينهم الذي أنزل إليهم من ربهم. يا سلام. على ما بينه لهم رسولهم في كتاب الله الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه بسند صحيح. يا سلام. هذه هي رابطة علماء إريتريا. هذا الهدف يتطلب منا 3 أشياء أو 4 أشياء. الاهتمام بالداعية من حيث هو يبين هذه الرسالة. الاهتمام بالخلاوي القرآنية والمعاهد التعليمية من حيث هي محل لتبيان هذا الهدف. المساجد من حيث هي محل الصلاة وذكر الله، فيقوم فيها الداعية بتعليم الناس أمور دينهم. الكتاب الإسلامي من حيث هو يبين أهمية الدعوة ويبين تاريخ الدعوة الإسلامية في إريتريا. ولهذا طبعت رابطة علماء إريتريا كتاب الدعوة الإسلامية في إريتريا للدكتور بيان صالح بيان. نعم. نحييه من ها هنا أيضا. نعم. حيا الله شيخنا وتاج راسنا الدكتور بيان. نعم. وأيضا عرفت بتاريخ الإسلام في المنطقة. نعم. فترجمت كتاب حبشة ولاية الحبشة إلى العربية، من التركية إلى العربية لتبين تاريخ هذه المنطقة. نعم. وأوجدت قناة سلام وسمتها سلام من أجل أن تبين أنها رسالة سلام. يا سلام. وفي هذه القناة بالتجرينية والعربية تدعو إلى الله، تبين للناس دينهم الذي أنزل إليهم، تعلمهم، لا تدعوهم إلى مظاهرات. نعم. لإسقاط النظام. نعم. أو تكتلات من أجل إسقاط النظام، ولكن تقول لهم كونوا ربانيين واعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة على ما شرع لكم من كتاب وسنة، تعرفوا على دينكم ذكورا وإناثا،
جميل. وأصبحت اليوم قناة سلام باسمها الجميل هذا تلج المنازل وتدخل البيوت ويشاهدها الإريتريون في المهجر والموطن يصغون إليها ما يقال لهم من دينهم. فهذه قضايا الرابطة قامت بها. هل للرابطة مواقف سياسية؟ الرابطة تسجل مواقف سياسية ولا تمارس السياسة، وهذه المواقف السياسية فيما يتعلق بأمور المسلمين بشأن عام نعم. على مستوى العالم، وبأمور المسلمين في إريتريا، وبأمور من ظلموا من غير المسلمين في إريتريا. جميل. فما يحدث على إخواننا في فلسطين من اعتداء اليهود على المسجد الأقصى ومن قتل الأبرياء، تظاهر أهل الكفر والعلمانيون وجميع المنظمات في أوروبا اليوم تتظاهر إنكارا له. فكيف لا يمكن أن تنكره هيئة إسلامية، رابطة إسلامية هي وغيرها، نعم. بكلمة تقول فيها هذا منكر. نعم. القول. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. طيب بروف جلال، في عام 2015 أنشأتم مؤتمر لرابطة علماء إريتريا بعد أن قمتم بلجنة تحضيرية لهذا المؤتمر، وتداعيتم من جميع أنحاء العالم من علماء إريتريين درسوا الشريعة في مختلف الجامعات الإسلامية والعربية، واجتمعتم هنا في اسطنبول، ثم بعد ذلك أجزتم النظام الأساسي. كيف كان اختيار للقيادة التي قادت رابطة علماء إريتريا؟ من كان رئيس مجلس الشورى، ومن كان نائبها، ومن كانوا أعضاء مجلس الشورى، وكم كان عددهم؟ حول هذا أحب أن يستمع المشاهد، لأن هذا تاريخ أيضا. نعم. نعم. رابطة علماء إريتريا عام 2015 عقدت مؤتمرها التأسيسي في اسطنبول. أحسنت. في فندق ريتاج. نعم. وفي هذا الفندق وبدعم لوجستي. أيوة. من جمهورية تركيا. أيوة. وبدعم من جمهورية تركيا، دعم لوجستي كما قلت، يعني ليس مالي ولا يحزنون. نعم. وتوافد المدعوون إلى هذا المؤتمر من السودان عدد كبير، من السودان جاء عدد جميل، من السعودية، من جيبوتي، من إثيوبيا، من أستراليا، من أوروبا، من أمريكا، من أمريكا جانا. أيوة، أمريكا ما جانا أحد، لكنهم يعني شاركونا. أيوة، شاركونا وكانوا معنا في السلك. نعم. وفي هذا المؤتمر تعارف الناس أولا، وتآلفوا، وأعادوا ذكريات الماضي الذي عاشوه معا، سواء هم طلاب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهم طلاب في جامعة الإمام محمد بن سعود، وهم طلاب في جامعة أم درمان الإسلامية. فكلهم هؤلاء عاشوا مع بعض، لم يأتوا من فراغ، لهم علاقات قديمة مع بعض. جمعهم الفصل الدراسي، جمعهم الحرم النبوي في حلقة في حلقة الشيخ عبد المحسن عباد الله يحفظه، الشيخ عمر فلاتة الله يرحمه، الشيخ أبو بكر الجزائري الله يرحمه. كل هؤلاء كانوا في هذه الحلقة. الشيخ العالم المحدث الشيخ محمد ثاني من أظنه من نيجر ولا من مالي، ولكنه سعودي، كان يشرح صحيح الإمام البخاري
وكان الطلاب هؤلاء كلهم يحضرون هذه الحلقات يعني، وكان يجمعهم الفصول. في أم درمان أيضا كانوا في مسجد في جامع أم درمان يجلسون يتعلمون، وفي جامعة أم درمان هكذا لهم علاقات قديمة. فلما جاءوا سقوا هذه العلاقات بمياه جديدة أنبتتها نبتة جديدة. الله أكبر. الله أكبر. ولكن أحيانا نتيجة لأن الحياة لا تمشي على مسار واحد، وإنما هي صعود وهبوط، تتكدر أحيانا المياه وأحيانا تصفو، فلا بد أن يكون بعض الكدر. فجاء هؤلاء ودار النقاش بصراحة وبوضوح، وبعضهم كان يتوجس خيفة ويتشكك في الأمر، هل هنالك جهة مدبرة من وراء الستار تدير هذا الأمر؟ وأذكر كيف التساؤلات التي طرحت، والدكتور حسن سلمان وهو اليوم من أعلام هذه الرابطة تساؤلاته التي طرحها، وهذا شيء جميل جدا حتى يكون الأمر على بينة. والأخ أبو العباس أيضا نحييه من هذه، عبد القادر عافا، كان حضور، وكيف كان الأمور التكدرات التي حدثت. وبالمقابل كيف آخرون انفردوا بمن شعر بنوع من الخوف والشك فطمأنوه وقالوا هذا كيان ناجي لا يمكن أن نكون سببا في إسقاطه وإحباطه. فتآلفوا جميعا. وأنا من هنا يعني أحيي فضيلة الشيخ أبي أمامة. أبو أمامة، نعم، كنت أريد أن أذكره ولكن سبقتني. كان أبو أمامة الشيخ الدكتور إبراهيم جنجار، حفظه الله وعفاه وحفظه، وتحية عطرة من القلب. أنا إبراهيم حامد جنجار، الدكتور إبراهيم حامد جنجار كان له مساعي جميلة وحميدة ولا بد أن نشكر. وهكذا التأم الجرح ونقاش عندما كانت المنصة اللجنة التحضيرية يعني، وكان فيها أخونا أبو الرشيد، نعم، أخونا أبو إدريس، أخونا أبو إدريس أيضا لابد أن نحييه. نعم. أخونا أبو إدريس، وكذلك أخونا أبو سليمان. نعم، المهم كانت علي سليمان، أخ علي سليمان، كانوا هم في المنصة وأداروا المؤتمر يعني. وكان النقاش جيد. ولا بد أن نذكر أيضا الشيخ صالح سعد. نعم نحييه من هذا المنبر، نحييه. يلا شيخنا الشيخ صالح يا مرحبا. وهو عالم من علماء إريتريا الذي يتميز بفقهه الأصولي وتحليله العميق. وأنا قد تعاملت معه في قضايا فكرية وسياسية، فوجدته رجلا يعني عميقا ورجلا مؤصلا ومؤسسا ما شاء الله. هنيئا له. وأثرى هو النقاش في رابطة علماء إريتريا في المجلس التأسيسي والحواري، يعني نقدا للجنة التحضيرية التي كانت موجودة في تلك الجلسة، كانت له توجيهاته وكذا يعني. فهؤلاء أيضا يشكرون. كذلك الدكتور جمعة، وإن ننسى فلا ننسى. نعم. الداعم الكبير الشيخ عمر إدريس شاماي. أيوة. والداعم الكبير أيضا عمر إدريس شاماي، يعني أيضا من الشخصيات المهمة والحريصين بالمناسبة على الرابطة جدا، ودائما يعمل على حفظها ويخاف عليها كما تخاف الأم على جنينها. وهو حين يعترض إنما يعترض أن هذا الطفل ربما ذهب قبل أن يكتمل عوده. فلهذا تجده دائما حريص عليها. أيضا نشكره. على كل كان هناك نقاش ونوقشت الرؤية للرابطة والورقة التأسيسية والنظام الأساسي للرابطة والاستراتيجية التي سأخونا عثمان رمضان
جزاه الله خير قدم ورقة استراتيجية، والأوراق كلها نوقشت، النظام المالي والهيئة والأمانات وأفرعها والأمين، وتقرر أن لا يتبوأ منصب الإمامة أو الأمانة في رابطة علماء إريتريا من هو رئيس حزب من الأحزاب السياسية. سياسي. نعم. ممنوع. نعم. هذا ثابت من ثوابتها لأنها ليست نعم. اتجاها سياسيا، ولكن يحق له أن يكون فيها عضوا بشروطها هي وبمبادئها هي، وليس بشروطه السياسية في حزبه السياسي، وليس بمبادئه السياسية في حزبه السياسي. ما هو منصبكم في رابطة علماء إريتريا؟ وأنا اخترت في الرابطة رئيس مجلس شورى رابطة علماء إريتريا. طبعا أدرتم انتخابات أيوة في المجلس التأسيسي. نعم. واخترتم واختاروا الأمين العام لرابطة علماء إريتريا، واختاروا رئيس مجلس شورى رابطة علماء إريتريا. ولكن لما أصبح المجلس معظمه من اتجاه واحد، للمجلس حق أن يضيف آخرين وإن لم ينتخبوا، فأضفنا في المجلس من الاتجاه الآخر الأخ محمود، الشيخ محمود إدريس محمود حامد. أيوة. وآخرين آخرين من المدرسة الإخوانية. أيوة أضفنا من أجل أن يكون هنالك توازن، وحتى لا يقال أن هذه تمثل جهة واحدة. ويبدو لي أن مشاركة الإخوان كانت أقل في البداية، في التأسيس كانت أقل، لأنهم اعتبروا أن هذا توجه ربما يكون توجه سلفي فقط، السلفيين هم اللي ماشيين فيها وكذا يعني، فما جاءوها بحماس في بداية الأمر، لكن ولهم ذلك أن يتبينوا. اليوم مضى على الرابطة أكثر من 10 سنوات. أيوة. والحمد لله، أو 10 سنوات بالضبط. أيوة 10 سنوات. نعم. وأعتقد والله أعلم لم يسجل عليها أنها تميل إلى جهة ما. نعم. أيوة. نعم. أيوة. وأنها تؤسس لكيان جامع. نعم. ليست انطوائية. الحمد لله. الحمد لله. ثم بعد ذلك لحقوا بنا آخرون من الاتجاه الآخر لعل نفسهم اطمأنت وشاركوا فيه، وذهبنا معا، جئنا هنا وتحركنا تحركا تنفيذيا. وكان أول هدف لنا أنه تحسين وضع الداعية، وتحركنا في مؤسسات داعمة من أجل أن نسعد هذا الداعية. وأيضا كان هدفنا وما سعينا إليه أن نوفر المنح الدراسية للطلاب الإريتريين. فعملنا زيارة لماليزيا وتعرفنا على مفتي ماليزيا، زرنا دار الإفتاء وزرنا الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا وجامعات أخرى، وطلبنا منهم أن يتيحوا لنا مجال تعليم أبنائنا، وهم قالوا لنا نحن على استعداد، ولكن لا بد من جهات داعمة، ونحن نخفض لكم 30% من المنح. وتحركنا في الجهات الداعمة، ولكن الأمور حصل فيها تعثرات، على أمل أن ننجح إن شاء الله في لقاءات أو في محاولات قادمة. وزرنا هنا تركيا أيضا، جهات مؤسسة، جهات حكومية. ومؤتمرنا التأسيسي حضره ياسين الطاي، وسبب له إشكالية، ولكنه أيضا هو تجاوزها، هو المستشار سابق للرئيس طيب رجب أردوغان. والرابطة سجلت نفسها منظمة بريطانية،
مقرها في برمنغهام، وأوجدت فرعا لها في اسطنبول. وهي محكومة بقوانين البلد المضيف، فلا تتدخل في شؤونه السياسية، كما لا تتحرك من عاصمته التجارية اسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية الأولى، لن تتحرك لإسقاط أنظمة أو للدعاية ضد أنظمة، لأنها محكومة بقوانين هذا البلد. ولكن مع ذلك للأسف لم تترك، فالنظام صنفها من زاويته هو كما يراها هو، بأنها إخوانية وأنها إرهابية مع الأسف. وللأسف. ولكن الرابطة ليست من هؤلاء ولا هؤلاء، إنها تصر وبإلحاح على أنها هيئة دعوية تعمل لتعليم المسلمين أمور دينهم، لتعليم المسلمين أمور دينهم، ولا تتدخل في الشؤون السياسية. جميل. هذه كمقدمة عن تأسيس رابطة علماء إريتريا، والذي أنت انتخبت لرئاسة مجلس الشورى مرتين، في المرة الأولى عام 2015 والمرة الثانية في عام 2021 في قلب كورونا. انتخبت رئاسة مجلس الشورى. سنتحدث عن نظام وهذا المؤتمر الثاني حضره بكل تساوي كل الاتجاهات، إخوانا وسلفيين ومستقلين أيضا. نعم. سنتحدث عن المؤتمر الثاني إن شاء الله بعد أن نتحدث عن النظام الأساسي لرابطة علماء إريتريا، ونتحدث أيضا عن ما قدمته في الفترة المنصرمة 10 سنوات، وما الذي ستقدمه في الأيام المقبلة، وكيف سيكون موقفها مع من يتهمها بأنها إخوانية إرهابية، وكيف يكون لها الدور في أيضا دعوة العلماء الآخرين للانضمام إلى رابطة علماء إريتريا. مشاهدي الأكارم، انتهى وقت حلقة هذا اليوم، وقد استمتعنا بالسيرة العاطرة لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح، وكيف كان أحد المؤسسين لرابطة علماء إريتريا، حيث قبل دعوة من دعاه مشكورا جزاه الله خيرا لحضور الورشة، وكان حاضرا معاليه في جميع اجتماعات ومؤتمرات رابطة علماء إريتريا، داعما منه بعلمه وكتبه وماله وجهده جزاه الله خيرا. بقي كلام كثير حول هذا، سنكمله إن شاء الله في الحلقات القادمة متى ما يسر الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ رابطة علماء إريتريا والعاملين بها، وأن يوفقهم لخدمة هذا الدين، وأن يوفقهم لرفع لا إله إلا الله، وأن يجمعنا وإياهم على الخير دوما أبدا. والشكر موصول لشيخنا معالي الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح. شكر لكم أيضا مشاهدي الأكارم على متابعة هذه الحلقة. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.